تمام تمام. شكرا. مساء الخير. اللايف اللي فات كان عليه التفاعل، هزعل لو ما تفاعلناش في اللايف ده. قولوا لي اخبار الصوت. الاول مره تشوفني، انا مهندسه مريم نشأت. بطلع لايفات بس من مواقع الشغل بتاعتنا. انا صاحبه مكتب سكتش للعماره والديكور في الغردقه، والنهارده اول مره اطلع من لايف. يعني طبعا صورت كتير بس اول مره لايف من مكتبي، من ريسبشن مكتبي. واللي ورايا ده شغلنا، يعني اللي هيبقى بيتعرض على الشاشة ده شغلنا. انا قلت النهاردة ده كومباوند هنا في الغردقة على البحر، كنا بنعمل فيه شغل اللاندسكيب وكنا بنعدل ألوان الواجهة. مستنية الناس تدخل وتطمني على الصوت، عشان اللايف اللي فات ما كانش فيه صوت، كان المايك عطلان. يا رب المرة دي يبقى فيه صوت. آم، قلت النهاردة الناس اجازة في البيت، بقى اجازة رسمي بسبب الرياح وكده والاعصار ده. ربنا يستر على الجميع، تعدي على خير. ده برضو من الشاليهات اللي فرشناها على البحر. النهارده اللايف دسم، وانا عايزه اتكلم فيه عن حدث حصل حلو قوي 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 قوي. احنا طبعا كل سنه لينا كده حاجه حلوه بتحصل، الحمد لله، كرم كبير من ربنا. ثقه العملاء. آه، عندي مفاجاه، عايزه اتكلم عن كذا حاجه تاني. سيربرايز. ناس فين؟ هي الناس فين؟ يا رب يا مسهل. ان شاء الله ان الصوت يكون شغال. انا اتاكدت. ايوه، ابتدى حد يدخل. ايوه تمام، الناس ابتدت تهل اهو. اهلا اهلا. وحشتونا، ليا كتير ما طلعتش لايف بسبب اجازه الاعياد وكده، اجازات الاعياد. طمنوني على اللايف، على الصوت، عشان انا طلعت قبل كده وكان الصوت مش احسن حاجه. اللي بيتعرض ورايا ده شغلنا، احنا مكتب معماري وديكور وانا بصور من المكتب. قولوا لي اخبار الصوت ايه، اكتبوا لي، واللي يدخل يعرفني بنفسه بعد اذنكم. هتكلم معاكم في حاجات كتير ومحضره لكم مفاجاه جميله، انا مبسوطه بسببها. اللي موجود معايا في اللايف يعرفني. الصوت تمام؟ اخبار الصوت. ايه الاخبار؟ حد سمعني؟ حد سمع الصوت؟ تمام. اللايف اللي فات ما كانش فيه صوت، وكنت عايزه اتاكد بس عشان ابدا معاكم. فاللي موجود يكتب لي اخبار الصوت ايه. ايوه اللايف ابتدى يسخن اهو، الناس بدات تدخل. اللايف اللي فات كان فيه تفاعل، الناس كانت بتقولي الصوت مش تمام، فطلعت وفتحت تاني. انا مستغله فكره ان النهارده اجازه، قلت اطلع امسي عليكم وندردش في كام حاجه كده. طيب كنت عايزه اتكلم عن فكره او ايه الفرق اللي بيعمله المهندس وتواجده في الاشراف على التنفيذ لمشروع.
نتكلم كده شويه واقول لكم السربرايز لما طمنوني على الصوت. تمام. كنت كتبت اخر مقاله بتكلم عن فكره البازل. عارفين قطع البازل الصغيره بتتحط جنب بعض، دي مش بتبقى آه، صدفه ان هي كلها موجوده جنب بعض وكل قطعه في مكانها. لو غيرنا مكان قطعة وشلنا ما عملناش حسابنا في القطعة اللي جنب دي واللي جنب دي فتلاقي ايه الصورة اتشوشت بتاعة قطع البازل. ده بالظبط دور المهندس لما حضرتك بتشتغل بنود كده وخلاص من غير مراعاة لآخر حاجة اللي هو الاستخدام والفرش. فبتنسى بقى تحط مكان للغسالة في مكانها المظبوط. ممكن نتفاجئ ان هي محطوطة في مكان هيلغي علب كهرباء يعني كاملة. ده شغلنا مع مؤسسة الوطني للعيون. من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها، لو طمنتوني على الصوت نقول المفاجأة. احنا عملنا لهم هنا في المكتب غرف فندقية لإقامة الأطباء والاستشاريين في المستشفى. غرف كده بروح فندقية. بصي ممكن تدخلي من موبايلك تطمنيني على الصوت، محدش بيكتب. مش عارفة. الله، حلو قوي الشوت ده، حلو حلو يعني. ده ممكن ينزل لوحده كفاية اصلا. آه غرف الاطباء ايه. الغرف دي جت لنا فيدباك عنها انهم بينبسطوا هناك اكتر من الفنادق. بصوا، هو الاول انا ما كنتش مصدقه، بس المفاجاه بتاعت النهارده دي اكدت لي انه شغال. الصوت شغال صح؟ تمام، بيرفكت. تمام، نبدا بقى. عشان بس انت طمنتني على الصوت، انتوا مش عايزين تقولوا، قلتوا لي ان مش شغال في الاولاني ونسيتوا تقولوا لي ده. طبعا دي غرف الاطباء، مراحل التنفيذ بتاعتها المحاره والعزل والكلام ده كله. جالنا فيدباك يعني يجنن من الاطباء هناك ان هم بينبسطوا اكتر في الغرف اللي احنا صممناها ونفذناها عن الفنادق. طبعا ده ليه كذا عامل، مش بس الروح بتاعه التصميم والراحه والانسيابيه. اكيد طبعا لانه هو اقرب للمستشفى، بيعملوا شغلهم وبيرجعوا يرتاحوا في المكان، مش بيحتاجوا يتنقلوا بالعربيات وكده. بس برضو يعني قامة كبيرة وشرف كبير ان الاطباء اللي هم استشاريين وناس يعني علية المجتمع يكونوا بيفضلوا الاقامة في السويتات اللي احنا نفذناها وصممناها عن الاقامة في فندق 5 نجوم. دي حاجة أسعدتنا جدا هنا في المكتب واحتفلنا بيها طبعا، وبنوجه لهم جزيل الشكر ان هم على التقدير يعني بتاعهم في الفترة اللي اشتغلناها معاهم، وان هم اصلا سمحوا لنا ان احنا نكون حد من فريق الصرح الجميل ده. المفاجأة التانية بقى، الموضوع ده ليه 2 تقريبا. لما قالوا لي كده انا الحقيقة فرحت جدا بس ما صدقتش قوي. المرة دي احنا مسلمين وحدة هي فيلا دوبلكس في كومباوند. اللي حصل اني برضو صورها على السوشيال ميديا من خلال شركة التسويق انجذبت للعميل او لصاحب الوحدة، يعني جذبت عميل من علية القوم برضو فئة بقى الحكام. طبعا مش مسموح لي ان اصرح باكتر من كده، بس انا فرحت قوي اني يعني شغلنا والتصميمات بتاعتنا وصور يعني هو الشغل هو عمل متكامل ما بين الافكار والتصميمات وكواليتي الافكار ودقة التنفيذ، اللي هي ضلع اللي هو بتاع الهندسة بتاعنا، وطبعا الجزء الخاص بالصنايعية وامانتهم في الشغل يعني واهتمامهم بالتفاصيل وروحهم ان هي بيشتغلوا بحب في الحاجة، يعني مش بيعملوا حاجة كده بيكروتوها ويمشوا. والحاجة التالتة وده الأهم، الإظهار بتاع الشغل اللي هو كان الوحدة دي هي دوبلكس في كومباوند وبتتأجر
لأجانب ومصريين وكده، بتتحط على ويب سايت عالمية علشان يتسوق لها من خلال شركة تسويق قوية جدا. فالصور بتاعتنا بتاعت شغلنا من خلال شركة التسويق دي جابت عميل من برا مصر، أحد الحكام يعني في دولة عربية شقيقة. استمتع بأجازته الصيفية أو استمتعت، هي كانت ست يعني جميلة، بس ده مش هقدر أقول أكتر من كده. استمتعت بالإقامة في المكان بتاعنا، فدي أسعدتني جدا. الحاجة التانية اللي النهاردة عايزة أقولها إن أنا طبعا بشكر فريق العمل معايا، لأن أنا لوحدي مش هقدر أعمل أي حاجة يعني من غيرهم. وهنا في المكتب هم دقيقين جدا، بيعرفوا الحاجة المطلوبة منهم ويكلي وبينفذوها على أكمل وجه. دي غرف الأطباء اللي بقولكم عليها. الحاجة التانية عايزة دردش معاكم الأول بس إن اهو الصنايعية بيركبوا الغرف بتاعة الأطباء والإضاءة يعني هو ممكن يكون التصوير مش موضح، بس هي فعلا غرف راقية قوي، راقية قوي قوي قوي. السبيريت أو الروح بتاعة المكان هي اللي بتجذب عميل حلو قوي. ممكن الشوت اللي كنت بقولك عليه حلو. أنا هقلب الشاشة، نوجه تحية للشباب، وهدخل مكتبي. انا هنا في ريسبشن مكتبي. اللايف ده اول لايف اطلعه من المكتب، كل مره بطلع لكم من الموقع، بس عشان عايز دردش معاكم في كام نقطه. اتكلمت معاكم في حته دور المهندس، ان هو يعمل الصوره كامله. الشوت موجود تمام. هنا ادمن المكتب بتاعتي. هو المكتب بتاعنا اسمه سكتش للعمارة والديكور بالغردقة، ده اسم المكتب. احنا في ريسبشن تمام. هقلب كده. دي الوحدة الجميلة اللي كنت بقولكم عليها، نزل فيها جست VIP بيرسون. ده كيتشن في الروف، هتشوفوه على صفحة مكتبنا اللي هو سكتش اوفيس بروجيكتس، هتشوفوا الصور دي عليه. دي طبعا والأهم الأنسة بوسي، أدمن المكتب، مسؤولة عن إظهار الشغل ودقة المواعيد والتفاصيل، حاجات كتيرة أوي. إيه يا بوسي؟ مبسوطة معانا؟ الحمد لله. الحمد لله. شكرا يا مستر أشرف. قولي. هو الانبساط اكتر لما في الاخر بتبقى كلمة حلوة من العميل، ان هو يقول انا لولا الشغل بتاعكم بقيت بستهدف فئة معينة، مش اي حد اقدر اأجر له، لا انا يعني بنقي العملاء بتوعي. الجملة دي كده تخليني مبسوطة اني انا عرفت اوصل له احتياجه. وفي نفس الوقت برضو عرفت اطلع الشغل بشكل حلو قوي. دي حاجة جميلة يعني. عاش، برافو عليكم. إخلاص في العمل. ماشي. ده مكتبنا المتواضع، بنرحب بكل العملاء الموجودين والمحتملين. دي كانت هدية من أحد السادة الزملاء، مهندس معماري برضو ديكور، كان بيقول لي هندسة انتوا متميزين. هنا الشباب بيشتغل يعني تمام المروحة، بس مش للدرجة دي. مش مهندسة مريم، ايه احساسك؟ نشيل ده. ايه الاخبار؟ تمام. مريم شغالة على مطبخ مشروع جديد في فيلا في الهلال دي منطقة فيلات هنا في الغردقة. فرجينا. المطبخ ضيق قوي، قمنا بحله بطرق مختلفة. بنمشي بالراحة فيه عشان ما نتزنقش. ده بقى مشاكل معمارية.
قولي لي احساسك الخبر اللي جالنا ده ان احنا الاطباء مبسوطين بشغلنا بتحسي بايه؟ بحس يعني وفي اي بي بيرسون جه خد التغيير المعنوي ده بيفرق كتير. بيفرق. يعني كل التعب اللي احنا بنشوفه في الموقع والديزاينز وكده، لا بيروح لما كلمة بس تتقال في حقنا. ده تمام، يعني احنا كده مرضيين. احنا كده تمام. كده مرضيين. يعني مبسوطة ان الشغل وصل للعالمية. لا كمان يعني احنا بنصمم وبنعمل بيوت قطعة من ارضنا، فلا ده حاجة غالية يعني. فلانه اللي بره يجي يشوف حاجة زي كده ويقدرها كمان، لا احنا يعني سياحة، وانا نروج للسياحة بشكل بروفيشنال اكتر يعني. صح، هي الغردقة قيمتها في كده ان هي بلد سياحية واحنا فاهمين القيمة دي وما بنحبش نعمل حاجة وحشة. حقيقي الموضوع ده بيفرق يا جماعة، ان احنا نجيب عملاء كويس لينا وللي بيأجر الوحدات دي، يعني اذا كان فندق او اذا كان شخص معين او شركة تسويق عقاري. هي دي الوين وين سيتويشن. يا ريس تمام، منور استاذ رامي. رامي لسه معانا جديد، كفاءة ان شاء الله. طيب اهلا بيكم في مكتبي. اجيب بس الستاند. فدي السربرايز النهارده. احنا الفيدباك لما تجيلنا من العميل ان هو وانا مبسوط اني عرفت استهدف فئه كويسه، اذا كان اجانب او في اي بي بيرسونز يعني للايجار. احنا بما اننا مكتب هندسي معماري وديكور وفي الغردقه، فشغل الفنادق تارجت بالنسبه لنا، الشغل الفندقي. لان اغلب اللي بيجي من هنا جست غريب، فكون اني احنا نقدر نجذب عملاء من الطراز الاول بصور شغلنا والسبيريت اللي كانت موجوده في المكان، دي حاجه فرحتني جدا، ان هو ده هدفي وتعبي، مش ان انا اكروت وامشي. ماشي، الحكايه مش بنود ورا بعض وحط سرير واقلب الزبون لا، احنا بنحط روح، تفاصيل، كل ركن يبقى ملهم مريح للناس. يعني احنا وبنذاكر يبقى في تركيز، في تحصيل، في متابعة من الأم، مش مكان كده الواد يذاكر فيه أو يذاكر على السرير لغاية ما ينام ينسى المذاكرة، أو البنوتة يعني. المطبخ يبقى مريح مرتاح، مفيش أجهزة بتضغط على أجهزة تانية زي مثلا البوتاجاز وسخونته، يضغط على التلاجة ويبوظها أو الغسالة. الأجهزة دي غالية جدا دلوقتي ومعمرة، بيقال عليها معمرة، مش عشان سوء توزيع نبهدلهم ويعني صلاحيتهم تنتهي بسرعة. خسارة، دي خسائر مادية على الناس. انا عايزه تفاعل على اللايف، ممكن نكتب. عايزه اتكلم معاكم. يعني انا النهارده طلعت الاول بالسربرايز والفرحه وكده، بس انا عندي حاجه تانية. كانت الاسبوع اللي فات هجوم فظيع جاني بسبب يعني حاجه اتقالت اني ليه ما بنستخدمش طوب اسمنتي في شغلنا. اوكي الهجوم ده اثمر عن ان ناس كتير دخلت لي وبعتت لي ارقام موردين طوب في الغردقه. هنا في المكتب اتواصلوا معاهم طوب اسمنتي. اكتشفنا ان الاسمنتي اللي موجود في الغردقه زي ما انا قلت هو اسمنت بلدي مش آلي. طبعا فرق الكواليتي باين من الكلمه حتى. فبالتالي ده مش مناسب لي في شغل ان انا اشتغل بالاسمنت المتاح في الغردقه. طيب الاسمنت اللي هو في بلاد تانية الآلي، اقرب مصنع لينا او اقرب مورد لينا في طريق سفاجة هنا. تمام، بصوا هي دي معلومات جميلة وقيمة، بس انا معلش يعني انا هخرج دايما بره بحب اخرج دايما بره الصندوق.
آه خلينا نرجع لحتة هو انهي احسن وانهي انسب. هو انا ممكن جدا يكون الحاجة دي احسن واغلى وبراند بس ما تناسبنيش، مش قصة فلوس قد ما هي قصة طب الخامة مش مريحاني مثلا، تمام، الخامة مش مناسبة ليا ومش ملائمة ليا. فموضوع اختيار الخامات في البناء زي بالظبط اختيار اي خامة انت حضرتك او حاجة هتستهلكها. يعني مثلا في الأجهزة الكهربائية عندنا تلفزيون بكذا وتلفزيون تاني بكذا. انا مش برتاح مثلا لل جي، انا عايز سامسونج، حرية شخصية. حد تاني لا بيحتاج ال جي، تاني ما بيحتاجش. مش معنى هو مش تقليد اعمى، المباني او المعمار مش تقليد اعمى، مش ده بيعمل اول مكان طوب اسمنتي والباقي احمر نعمل زيه. ارجع لانت احتياجك ايه. انا في مدينة ساحلية الحرارة فيها شديدة جدا، الرطوبة فيها عالية، الخامة المتاحة فيها الطوب الأحمر. علشان أجيب حاجة من بعيد هكلف العميل كذا حاجة في بعض. طيب هل الطوب الأحمر مناسب وكويس وأثبت جدارة في الغردقة؟ كويس ومناسب وأثبت جدارة. قبل ما أجري بقى وأروح أجيب طوب أسمنتي أشوف الفرق، أشوف مين اللي هيحقق لي الاتموسفير المناسب ليا، ان انا لما اقعد جوه الفراغ ما بقاش حاسس بحراره شديده، ما بقاش حاسس بسوء الاحوال الجويه بتاع الغردقه، لكن مش اجري اقلد الناس. الحته دي دخلتني في حاجه ناس كتير عارفاها او مهندسين كتير بيفكروا فيها، اللي هي العماره الخضراء. العماره الخضراء او الجرين اركتكتشر او العماره المستدامه. الدكتور المهندس حسن فتحي لما اختار يعمل عمارة اختار مواد تكون متاحة وموجودة ومن قلب البلد او من المنطقة اللي هو قاعد فيها. اختار طوبة اللي هي الطوب الني او الطوب اللبن علشان يبني بيه عمارة الفقراء، واخد عليها جوائز كتيرة جدا. تمام. لا اختار الطوب الاحمر ولا الطوب الاسمنتي. ده ليه؟ يرجع لايه؟ هو احنا دايما في المعمار عارفين ان الخامات المحليه هي الاكتر مساعده، بتساعدك على التاقلم جوه الفراغ اكتر من اي ماده تانية. فاختار المواد المحليه اللي موجوده في البلد وبدا يستخدمها في عمليه البناء. طيب انا هنا هقرا لكم كومباريزن سريعه كده بين الفرق بين الطوب الاسمنتي والطوب الاحمر. تمام. علشان نعرف برضو ان احنا لما بنختار حاجة لازم نختارها ملائمة لينا. طيب الطوب هو المادة الاساسية في عملية البناء. طيب مميزات الطوب الاحمر مبدئيا كده برضو في حاجة عايزة اقولها لكم الفت انتباهكم ليها، ان الطوب الاسمنتي اصلا اغلى في السعر من الطوب الاحمر، فهي اسفة ارخص من الطوب الاحمر. تمام. يتم صنع الطوب من الطين. طبعا الطين ده مادة من البلد بتاعتنا، من الارض بتاعتنا، فبالتالي هنبقى احنا بنتأقلم بسرعة في الفراغات اللي مبنية من الطوب الاحمر عن التأقلم في الفراغات المبنية من الطوب الاسمنتي. ويتم حرقه الطين ده وبيتصنع في مصانع الطوب. طيب هو طبعا متوفر في الاسواق المصريه وبنستخدمه في مجال المعمار والتقسيم والديكور والتزيين. طيب يعتبر الطوب الاحمر افضل مواد البناء. ليه؟ لان هي بتحافظ على حراره المنزل في فصل الشتاء والصيف، حيث انه يقوم بامتصاص حراره الشمس في الشتاء ويمنع وصول الحراره للمنزل، ويتميز بقوه تماسكه ومقاومته للاجواء المناخيه، الحراره والتراب والامطار، دون ان يتاثر. كما ان الطوب الاحمر مقاوم للحرائق، يقوم بعزل الصوت
فانا كده الطوب الاحمر فيه كل الحاجات اللي انا محتاجاها كمهندسة بتبني مبنى في الغردقة، مدينة ساحلية. تمام. الطوب الاسمنتي بقى طبعا ليه مميزات كتير، بس الاحسن من الطوب الاسمنتي المصمت اللي هو زيه زي الطوب الاحمر ده الطوب الاسمنتي المفرغ اللي هو الهولو بلوك ده بيعزل حرارة وصوت وكل حاجة في الدنيا. طيب هل انا ميزانية المشروع بتاعي تسمح بالبناء بالهولو بلوك؟ وانا هستخدمه امتى؟ برضو الطوب الاسمنتي عموما. الطوب الاحمر مناسب للارتفاعات اللي هي 3 متر او اقل من 3 متر، لان هو صغنن، مقاسه صغنوني كده، بيسموه البسكوتة، طوب البسكوتة. الطوب الاسمنتي بينفع في الحاجات اللي هي ذات ارتفاعات عالية، يعني لو عندي الدور الارضي 4 متر او اكتر، او البدروم ارتفاعاتك، احنا ما عندناش الارتفاعات دي في الغردقة. فاحنا لما دورنا وما لقيناش طوب اسمنتي، كان السر ورا القصة دي هو عدم وجود مشاريع ملائمة للموضوع ده. ولما يبقى في مشروع في ارتفاعات بالشكل ده، بيحصل ان بيجيله طلبيات مخصوصة، مش بيبقى بالفلت اروح اخد 1000 طوبة واشتغل. تمام. تمام. طيب الناس اللي معانا في اللايف منورانا. آم، عايزين ندردش في حاجة مع بعض تكونوا مهتمين بيها، تخص مجال الهندسة والديكور وتصميم الأساس. طبعا احنا هنا في المكتب بنتميز بان احنا بنشتغل من اول انجاز الاوراق والرسومات والرخص لحتة ارض مثلا ترخيص، وبنسلم المشروع لغاية الفرش. فطبعا لو صادف ان احنا رايحين بنعين مكان وهو المكان ده المطلوب فيه شغل ديكور، واكتشفنا حاجة ممكن تتظبط في ورق الرسومات او في ورق التصاريح او غيره، ما بنتأخرش طبعا وبنعملها، واحيانا ما بناخدش اتعاب لو حاجة بسيطة. يعني مثلا المحلات التجارية بيبقى متعاقد معانا العميل على الديكور بتاعها، وبيبقى في الاخر عايز الرسم اللي هو بيرخص له المكان. طب اوريدي انا عملت المكان ورسمته ورسمت الفاترين اللي فيه ورسمت كل مسمار فيه زي ما بيقولوا، مش هاجي على الرسم الاداري ده، رسم بيخاص بالرخصة بيتداولوه كده علشان خاطر ياخدوا تصريح الشغل. انا قلت اعمل خلفية ميوزك كده حلوة. شكرا ليكم. طيب اتكلمت معاكم عن السربرايز، اتكلمت معاكم عن نور المهندس هو اللي بيجمع قطع البازلة. ما تفرحش ان انت تشتغل في حاجه وتاسسها طوب وكده، لان الناس بتتخض قوي لما بتشوف بيتهم ابتدى ينضف، ولما يركب السيراميك وبيكلمونا لان البيت نور ونضف، الحقونا مش لاقيين مكان للتلاجة ومش لاقيين مكان للبوتاجاز ومش لاقيين مكان للسرير ومش لاقي. طب ليه عملت في نفسك كده من الاول؟ التاسيس مهم مهم مهم. مشكلة ان انت بتبقى شايف ان ال الصنايعية يعني بيفوتهم حاجات، بتشوفها في الاخر.
وطبعا بيلفت انتباهك بيكونوا صناع الاساس بقى يلي هيجوا يفرشوا البيت. ممكن يبقى كهربائي دماغه عليه يقولك فتضطر تكسر تاني. طب ليه احنا بنعمل في نفسنا كده؟ ادوا العيش لخبازه هترتاحوا قوي. اللي بيقولك هي مشكلة المهندسين طبعا مش كلهم في التخصص اللي هو بتاع تشطيب البيوت والفرش، فاللي بيشتغل مش متخصص ده هو اللي عامل لنا شوية لغط. يعني بيبقى زيه زي يعني ما عندوش بقى التول اللي هو بيشتغل بيها. بصوا في حاجة اسمها أفكار ورسومات وكواليتي أفكار ورسومات. دي بالظبط عندنا في الهندسة زي الأشعة والتحاليل والسماعة عند الدكتور. لو حضرتك رحت للدكتور وما طلعش السماعة وكشف عليك وقالك احنا محتاجين أشعة ومحتاجين تحاليل علشان نقدر نقرر احنا سكة العلاج هتمشي ازاي، هو كده مش حد متخصص. فدي الريد فلاج الأولى وانت بتختار مهندس. ماشي، احنا في المجال بتاعنا السماعة والأشعة والتحاليل بتوعنا هما الرسومات الهندسية. دي النضارة اللي احنا بنلبسها علشان نبقى شايفين الموقع لما هيخلص هيبقى عامل ازاي، وبنبدأ نلبسها لكل صنايعي في الحتة بتاعته. نقول له مطلوب منك 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. فاحنا بنبقى ماسكين زمام الامور بالشكل ده من خلال الرسومات الهندسيه والتقارير وال3 دي وال2 دي والحاجات دي كلها. ناخد احتياجك وبنبدا ننزله. طيب انت رحت لحد ما ورلكش رسومات ولا حطك في الصوره معاه ولا 2 دي ولا 3 دي ولا ادالك تقرير عن حالة المكان اللي هو استلمه. يعني انا بدخل ساعات كتير اماكن ببقى مستلمها من كومباوند مفروشة، فاول حاجة بعمل متشطبة مش متشطبة وانا هعمل الديكور والفرش. فاول حاجة ببدأ اعملها انا والفريق بتاعي ان احنا بنرفع المقاسات وبنعمل تقرير عن حالة المكان نفسه، ايه العيوب وايه المميزات وايه الحاجات اللي احنا نقدر نطلب من الكومباوند يساعدنا فيها علشان خاطر دي من الميشنز بتاعتهم. ببدأ اطلبها، لا مش هيقدروا يعملوها احنا بنقدر يعني بنساعد العميل فيها. بس والله لو قدروا يقفوا معانا ويساعدونا في الحتة دي احنا وفرنا عليه تكلفة. فبنعمل تحليل كده للوضع السيتويشن بتاع المنشأ وايه الغلطات اللي فيه وايه المزايا اللي فيه وايه كل الحاجات الحلوه اللي اتعملت من الجهه التنفيذيه يعني، وايه الحاجات اللي فاتتهم. يعني ده عادي جدا على فكره، مش هلحق هوب المهندس ده عمل وسوى. لو المهندس ده فاته حاجه صغيره كل جواد بنوليه كبوه يعني، يعني كل الناس عادي جدا تغلط يعني. لكن لا، لو الموضوع داخل في ان مفيش اصلا بلان، مفيش رسومات، مفيش متابعه، لا نبدا بقى نحاسب يعني. فبالتالي نحاسب او ناخد بالنا ان ده ريد فلاج، ان مفيش فيجن. فانت لو مش معاك فيجن انا هكمل معاك ليه؟ تمام. من ضمن الحاجات اللي انا حابه اتكلم فيها معاكم النهارده موضوع التصالح. الفكره ان التصالح او تقنين الوضع ده امر اجباري مش اختياري. وبعدين في نقطة في منتهى الخطورة في الموضوع، ان العميل المهندس اللي بيعمل لك الوضع الحالي للمخالفة لازم يبقى فاهم كويس قوي انت حدود مخالفتك فين وهتنتهي فين. ماشي، علشان ده مفيد ليك ان انت تحصر المساحة بدقة وتدفع عليها بالقسط التصالح. لو حضرتك
مخالف في 2-3 متر زيادة او ناقص، ده مش في صالحك. فقنن الوضع كما هو علشان يعني ولادك واحفادك، ما تسيبش حتة او تسيب حاجة وتعمل حاجة، يعني ده مش صح. اوكي. اغلب الناس بتلجأ يعني مهندسين مش متخصصين او ناس تتعامل معاها علشان تقنن الوضع، عشان خايفة. ما تخافش، ما تخافش، يعني مفيش حاجة تخوف. ولو على المبلغ اللي بيدفع للتصالح ده تقنين الوضع، هي بكره وبعده هيدر عليك بفلوس كويسه يعني. فده ولا حاجه جنب ان انت عقار بترخصه. يعني ايه تقنين لوضع؟ يعني انا النهارده العقار ده لازم له رسومات. الرسومات الهندسيه زيها زي شهاده الميلاد للطفل. ينفع طفل يعيش من غير شهاده ميلاد؟ هيدخل جامعه ازاي؟ يعني هيشتغل ازاي؟ هيدخل المدرسه ازاي؟ مش هينفع. لازم نسب وطفل وملامح، يعني في حاجات كده معينه. انت لما تيجي تطلع بطاقه، ينفع ان انت تفضل بالبطاقه اللي انت طلعتها وانت 20 سنه تفضل معاك لغايه سن 50 و60؟ اكيد لا. بتروح وبتتصور صوره زي ما انت دلوقتي. فالتصالح لازم يبقى برسومات هندسيه كما هو الوضع دلوقتي. تمام. تمام. اتمنى اكون افدتكم، والاهم اكون اسعدتكم. وبيشرفني جدا 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 متابعتكم. وحقيقي الصفحة فارقة معايا، فارقة معايا معنويا. هستنى تعليقاتكم. احتمال كبير يعني الفترة الجاية عايزة اتكلم معاكم عن شغل الفريلانسنج في الهندسة وأهميته ودوره كده. عايزة اتكلم معاكم عن تهيئة البيوت للراحة، ازاي نقدر نخلي البيت مهيأ للراحة. عايزة اتكلم معاكم عن ركن المذاكرة والعمل والشغل وحاجات كتير قوي قوي قوي. هستنى كومنتاتكم، تعليقاتكم، وان شاء الله لينا لقاءات كتير. باي باي.